مساندة فريقه في هذا المباراة. المغرب فاز بانتصارين متتاليين امام اولمبيك خريبكا ب2-0 واتحاد طنجة تسجيل الاهداف مقابل هدفين الجولة الماضية، وكان بمثابة انطلاقة الحقيقية للفريق تحت قيادة الاطار الوطني عبد الرحيم شكيليت الذي عين مدربا مؤقتا بعد اقالة التونسي عبد الحي بن سلطان، والفريق سيبحث خلال هذه المواجهة عن ثاني انتصاراته. بالفعل الحكم نور الدين الجعفري كيعطي انطلاقة ديال المباراة. سننتظر قراءات والحوار التكتيكي بين اطار فريق المغرب فاسي الى جانب يوسف برشيد. كره خارج ارضيه الملعب، سيرجع الكره، لاحظوا الضغط على حد الكره، تلعبت الكره مباشره ولكن مشات بعيده شيئا ما على عبد العالي محمدي، لانه كان متقدم شيئا ما امامنا كريم بن عارف. تابع بان عبد العالي محمدي كان ولكن انطلاقه ديال اسامه درفلو، تدخل والكره في اتجاهها للزاويه. الزاويه محمد الفقيط رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه كانت المطالبه بالخطا وبضربه جزاء. الحكم كيطلب مواصله اللقطات يتم تتبعها. اذا كما قلت الحكام ديال الفار ذكر الداد ودري سعيد الجيلاني بعد حديث ومشاورات ومتابعه اللقطه كيطلبوا الان انتظار القرار. اذا نور الدين الجعفري يعلن ضربه جزاء، ضربه جزاء لفائده فريق المغرب الفاسي. فرحه محمد الرفقي كيسدد والكره في الشباك، الكره في الشباك، والهدف الاول لفائده فريق المغرب الفاسي الذي يتمكن من افتتاح النتيجه. فرحه كبيره لجماهير المغرب الفاسي بهذا التقدم. هدف محمد الفقيه هو الثاني له في بدايه هذا الموسم بعد ما سجل كذلك هدف خلال الجوله الماضيه امام اتحاد طنجه. علي محمدي ولكن الرأسية ديال انس النوادر الحكم كيعلن خطا. بالفعل الحكم كيمنع خطا لفريق المولوديه الوجديه. نتابعوا المحاوله من الجهه اليمنى، فرصه لفائده فريق المولوديه الوجديه الدخول داخل منطقه الجزاء، كان هناك سقوط لامين صوان. الحكم كيطلب مواصله اللقاء واللي ترجمها محمد الفقيه الان ضربه جزاء لفائده فريق المولوديه الوجديه حدود دقيقه 24. الوجديه يوسف انور يسدد، تدخل الحارس، تدخل الحارس عبد العالي المحمدي، تدخل الحارس عبد العالي المحمدي الذي يبعد الكره وبالتالي ضياع ضربه جزاء من يوسف انور. يوسف انور لم يتمكن من تسجيل كريم بن عارف. ترفعت الكره، فرصه راسيه، تدخل الدفاع، البحث عن المرتد الهجومي. كانت المتابعه للاعب تجارب ديال الفريق ديال حبيب الله الدحماني مع الفريق المولوديه الوجديه. هناك خطا، تدخل امام، هذه فرصه الهدف، هدف التعادل اللي يعني الخطا تنفذ بسرعه وبالتالي بول فالير لاعب السنغالي بسرعه كيوضع الكره في شباك الحارس عبد العالي محمدي، وفريق المولوديه الوجديه يعود في نتيجه المباراه. كرة ثابتة كنقول بأنها يعني تلعبت بسرعة، غلطت الجميع. بول فالير باصين بالجزاء المولودية الوجدية يعود في نتيجة المباراة. تلعبت الكرة تمريرة، تلعبت الزاوية، تنفذت الكرة في القائم الثاني، كرة كانت بعيدة شيئا ما. أمين صوان وعزيز قيدي في الأنفاس الأخيرة. هذه فرصه لفائده فريق النضال وفريق المولوديه الوجديه في الوقت اللي هناك صافره للحكم. صافره سيسدد تسديده عرضيه، فرصه وتدخل الحارس، تدخل الحارس عبد العالي محمدي في المكان. هناك احمد رضا التقناوتي حارس مرمى فريق الوداد وانس الزنيتي. تواجد المحاوله بواسطه لاعب ايوب الودراسي، مراوغه ممتازه، تمريره، فرصه تسديده، اسامه درفلو في المكان المناسب يضع الكره في الشباك، تسديده قويه، الكره تعانق الشباك. اسامه درفلو الهداف جمهور. اذا هناك وضعيه تسلل وخطا لفائده فريق المولوديه الوجديه. كرة دائرية، فرصة، تدخل وإبعاد الكرة من طرف المدافع طارق الساتي. مشات كرة، هذه فرصة ممتاز عبد العالي محمدي، تدخل في المكان والتوقيت المناسبين. أنس النوادر هو اللي مرر الكرة دقائق. أنس النوادر، تدخل، إبعاد الكرة، ممتاز. هذه فرصة تسعاد الكرة، ممتاز. هذه فرصة تسديدة ولكن مشات فوق المرمى. محاولة لفائدة فريق المغرب الفاسي.
تابعنا كذلك التحركات ديال اسامه درفلو، كانت تسديده ديال الكره. محمد الفقيه رفعت الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه، محاوله ابعاد الكره من طرف المدافعين السمراح، ثم تدخل ديال حبيب الله الدحماني. ممتاز طارق الساتي، فرصه ومرت جانبا. طارق الساتي تسديده ارضيه قويه مرت جانبا من القائم الايسر. الكره في الجهه اليمنى، طارق الساتي يرفع الكره داخل منطقه الجزاء في القائم الثاني، تدخل وابعاد الكره من عماد طارق الساتي. تمريره ولكن بعيده خارج ارضيه الملعب، ضربه مرمى لفائده فريق المدير وجديه. ثم هيثم عينه تبعد المحاوله لفائده فريق المدير وجديه، وتدخل هناك خطا بالفعل، تدخل امام اللاعب بول فالير، اللاعب الذي يتحرك الجزاء. لعبت كره بكريم بن علي، فرصه تدخل الحارس، تدخل الحارس عبد العالي محمدي، فرصه بواسطه اللاعب ايوب الودراسي، تسديده، تدخل الدفاع دائما خطوره، فرصه تسديده قويه مرت جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس. الفرصه من الجهه اليسرى، يوسف انور تمريره، هذه فرصه بدر قدرين كان بامكانه ان يوضع الكره في الشباك. تضيع هذه المحاوله من فريق المولوديه الوجديه، تدخل فريق المولوديه الوجديه من كره ثابته. هذه فرصه يوسف انور، هناك تغطيه، والكره عبد العالي محمدي. لاحظوا الانطلاقه من خلف المدافع، خطوره حمزه الجناتي يمرر، وتدخل الدفاع. كانت محاوله شكلت خطوره واضحه على دفاع فريق المدير الوجديه دائما من الجهه اليمنى بواسطه حمزه الجناتي. العوده ديال حبيب الله الدحماني، المطالبه بالخطا وبضربه جزاء. الحكم كيعد ضربه جزاء، الحكم يعلن على ضربه جزاء بعد سقوط هيثم عينه. اسامه درفلو يسدد، الكره في الشباك، في الوقت اللي الحكم تقريبا كيطلب درفلو الهدف. اذا الهدف الثاني لفائده فريق المغرب الفاسي بواسطه اسامه درفلو، اللي تمكن من وضع الكره في الشباك بعد ما كان سجل كما قلت هدف من نقطه الجزاء في اللقاء اللي كان امام فريق الدفاع الحسني الجديدي، وفريق المغرب الفاسي كياخذ التقدم في هذه المباراه.